بقولك يا نورين، خدي الخضار والفاكهه ده كل يوم. انت ما اكلتيش حاجه من اول النهار، كل ما نيجي نقولك كلي حاجه بتقولي لا. بابا بعدين النهارده انا هتغدى بره. ليه النهارده عاملين محشي؟ لا يا عم ما بحبش المحشي. يا ايه دي نعمه ربنا، وبعدين دي مهمه لصحتك. على العموم انا جعانه قوي، هروح اكل بره. استني، انت كده هتموتي، انت عماله تاكلي كل يوم بره. يا بابا بقى الصراحه انا ما بحبش اكل الاكل ده. امال بتحبي تاكلي ايه؟ مثلا برجرز، بطاطس مقليه كده؟ لا كل ده اكل غير صحي. انا هاكل بره النهارده. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ في ايه؟ بابا انا مش قادره، بطني وجعاني قوي ومش قادره اتحرك. شفتي من الفاست فود اللي انت عماله تاكليه؟ مش هاكل فاست فود تاني. هاي جايز، عامله ايه؟ النهارده رجعت لكم ببودكاست جديد. بودكاست النهارده انا اللي هعمله لكم، وهيكون عباره عن الصحه وازاي نحافظ عليها. قبل ما نبدا البودكاست الجديد مش تحطوا لايك الجامد كده بتاعكم، سبسكرايب، تفتحوا على الجرس على الكل عشان تكونوا من اول الناس اللي تتفرج على فيديوهاتنا الجديده. و يلا بينا نبدا. صح، واللي هيجاوب على السؤال اللي هسأله لكم في البودكاست ده هطلع اسمه في البودكاست الجاي او الفيديو الجاي على حسب، وهقول اسمه كمان. ويلا بينا نبدا. احنا لازم ناكل خضروات وفواكه كتير عشان خاطر صحتنا، لازم نحافظ عليها لان هي تعتبر زي كنز، وهي حرفيا كنز. لان الواحد لما بيتعب بيبقى ما قدرش يعمل اي حاجه، فلازم تحافظوا على صحتكم. وفي نقطه كمان عايزه اقول لكم عليها. في ناس بتقول مثلا انا مش بحب المحشي، انا مش هاكله. انا مش بحب الكشري، انا مش هاكله. انا ما بحبش الخضار، انا مش هاكله. دي حاجه غلط جدا. لازم ناكل كل حاجه، لان بجد ادي الاكله اللي انت مش بتحبها فرصه، ولو حبيتها يعني دي تبقى حاجه حلوه جدا. يعني مثلا كل فاكهه زي ما انت عايز، اوكي؟ يعني زي البودكاست اللي فات، كل فاكهه زي ما انت عايز، زي ما انت عايز. عادي، مش هتسوس السنان، دي هتعلي صحتك وهتبقى صحتك زي البومب زي ما هم بيقولوا. ولو مثلا ما اكلتيش او ما اكلتش خضار كتير او فاكهه كتير، هتحس ان انت عاجز، يعني هتخس وزن كتير قوي. واصلا الخسان حلو، بس لو مثلا في السن معين وأقل وسن ومثلا وزنك قليل جدا، ده معناه ان انت مش بتتغذى، لازم تاكل كتير. وفي طبيب للموضوع ده، في طبيب يعني بيقعد يديك مثلا جدول غذائي او كده. فبدل مثلا تصرف كتير عشان خاطر تروح للطبيب كده ويديك جدول غذائي، كل فاكهه كتير، مثلا كل خضار كتير، ما تاكلش حلويات كتير الصراحه، لان هي يعني كده كده بتكون اخرها ان انت تدوقها عند زورك وانت بتبلعها، ومش بيكون لها اي لازمه وبتضيع فلوس وخلاص. فانا بنصحك ان انت تحوش فلوسك وتحافظ على صحتك وتاكل خضار وفاكهه كتير. جاوبوني بقى السؤال ده، لو انتوا قبل كده جبتوا حلويات كتير قوي بطنكم وجعتكم، ومثلا اهلكم مثلا ودوكوا عند الدكتور او ودوكوا مستشفى لدرجه مستشفى، وبرضو احكوا لي قصص زي دي، انا بحب برضو اقرا كومنتاتكم كتير. وبس كده، ده بودكاست النهارده، يا رب تكون عجبتكم. ولو عجبكم مش تحطوا اللايك بتاعكم والسبسكرايب، تفتحوا على الجرس على الكل عشان تشوفوا كل الفيديوهات الجديده.